أسعد الله صباحكم أحبتي ما كنتم متابعينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب بالله عليكم، في مقولة من حق الشيابة حق زمان، من حق الكبار، يقول لك اطمح اطمح. تعبنا واحنا نطمح ولا قدرنا نوصل طموحاتنا. والثاني المقال يجي يقول لك قامر ولا تحساب. طيب كيف تقامر لك عمود ولا هامور تبصره معه عماير معه سيارات معه كل شيء وانت تقامر وتشتري تصلى مثله؟ ما تقدر شيخ، انت على البلاطة، انت مسكين وهذاك هامور. ويقول لك قامرنا لحتى نقرح فيوز. والله بعض الشباب انهم يقرحوا فيوز وهم يقامروا ويطمحوا وكل شيء ما حيصلى مسمى. والله انك مسكين ذاك وإنك الهامر لا تكون تقامر. أنا أنصح بعض الشباب إنه والله بعض الناس يقامر لا حتى خلاص يقنع من الحياة، يقرح فيوز. يا كيف تقامر هذا اللي هو هامور وانت على البلاطة وهو هامور؟ ما أقول لا إرادة من الله تنزل، ربي يرزقك قاهشة تجي صح، هذا أنا أقول. لكن تقامر وانت على البلاطة ما بش معك شيء وهذاك هامر تقامره، قرح لك فيوز لا هناك وانت جالس تقامر، تبرع سنة بعد سنة زالج عمرك وانت جالس تقامر. يلا وين أردنا نوصل؟ قلتكم الله متابعنا. هلا بواحد طمح ووصل يعني الحاجة الصح، ولا قامرك واحد هامور وصلك مثله؟ بالله عليكم كلموني بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خلاص قرحت فيوز.